رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة مها عطية، حيث تم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر تلقي عزاء الراحلة بعد غد الخميس في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. الفنانة مها عطية اعتزلت الفن منذ أكثر من 20 عام، وركزت في حياتها الخاصة مع أسرتها، إذ كان آخر مشاركة لها هو مسلسل أصل وخمس صور، بطولة الفنان ممدوح عبد العليم وجيهان نصر وأحمد آدم وعلاء ولي الدين. مها عطية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عملت بعد ذلك بالمسرح والسينما والتلفزيون. بدأت حياتها الفنية بدور مميز بالبطولة في فيلم خرج ولم يعد عام 1984، حيث جسدت شخصية زينات خطيبة الفنان يحيى الفخراني، والذي قام بدور عطية. بعدها اشتركت في مسرحية على الرصيف عام 1987، وقامت بدور بريكسا في مسرحية برلمان الستات عام 1987. شاركت مها عطية بأدوار ثانوية خلال عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم الزواج والصيف بطولة الفنان عبد المنعم مدبولي وأحمد راتب ونبيلة السيد، وفيلم وصية راجل مجنون بطولة الفنان يوسف شعبان ونوال أبو الفتوح ووحيد سيف وأحمد راتب، ومسلسل الفرسان بطولة الفنان أحمد عبد العزيز وأحمد ماهر والفنانة مدلين طبر. الفنانة الراحلة مها عطية شاركت أيضا في مسلسل الوعد الحق بطولة عبد الله غيث وسهير المرشدي وحمدي غيث، وألف ليلة وليلة بطولة سمير غانم وليلى علوي، ومسلسل رحلة أبو الوفا بطولة الفنان أحمد بدير وصابرين وصلاح قابيل، وفيلم عودة الهارب بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين والفنان عزت العلايلي والفنانة شاهيرة.